لو مضطرين نعمل العيش الفينو في البيت يبقى لازم نعمله بالطريقة دي. خبز فيينا اللي مفيش أطرى منه، مفيد جدا، مغذي جدا. بجد احنا مش كل يوم هنقوم نعمل فينو في البيت، بس لو حبينا ان احنا نعمله مرة او مرتين في الشهر ما نعملوش غير بالطريقة دي. تعالوا مع بعض نشوف عملناه ازاي. مكونات سهلة وبسيطة جدا، هكتبها لكم على الشاشة عشان تاخدوها سكرين شوت. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق مخبوزات او دقيق استخراج 72، كل هذا يؤدي الى نفس الغرض. معايا هنا معلقتين سكر ومعلقة ملح. كمان معايا 120 جرام من المية و120 جرام من اللبن، وممكن ندي كده سيكة واحنا بنعجن لو العجينة نشفت مننا شوية. هنبتدي بقى ان احنا كمان نحط بيضة، البيضة تكون كبيرة، لو البيضة عندك صغير وبلدي حطي بيضتين. معايا هنا كمان معلقة كبيرة من الخميرة، وحاولي تجيبي خميرة كويسة، ولو انتي مش واثقة في الخميرة بتاعتك شغليها الأول في اللبن، واللبن والمية يبقوا دافيين. هنبتدي ان احنا نعجنهم مع بعض لحد ما يتكون العجين كله مع بعض ويلم على بعضه كده. هنبتدي ننزل ب 60 جرام من الزبدة، زبدة أو سمنة المتوفر عندك. 60 جرام من الزبدة يعني حوالي معلقة أو معلقة ونص. تمام. هنبتدي بقى ان احنا نعجن العجين ده، ممكن يتعجن عادي على ايدك وممكن تعجنيه في العجان، بس هو في العجان خد معايا 10 دقايق، يبقى على ايدك هياخد حوالي ربع ساعة عجن. لازم العجين معانا يشتغل كويس جدا ويتعجن كويس جدا عشان خاطر يدينا المطة ويدينا عرق حلو قوي، عشان لما نعمل الفينو ما ينشفش مننا. وانا هوريكي دلوقتي لازم تعجني لحد العجين معاكي ما يوصل للشكل ازاي. بصي عجينة ملساء طرية استرتش تحفة، بجد انا بعشق العجينة دي. هبتدي بقى ان انا اكورها كده على الرخامة، ولازم ان انا المها كده على بعضها كويس. بصوا دي كانت طريقة العجن لو انت هتعجني على ايدك، الفرد كده واللم. هبتدي بقى ان انا احطه في طبق معايا، واحط على وشه نقطة زيت علشان ما يلزقش في الحاجة اللي انا هغطي بيها وهي بتخمر. بعد حوالي ساعة الا ربع في الجو اللي احنا فيه دوت كان خمر، بصوا قطن. دي اللحظة اللي انا بستناها كل مرة بعمل عجين بصراحة. هبتدي بقى ان انا اخده كده معايا، وابتدي ان انا بقول ابتدي كتير قوي، اقسمه. طب انا مثلا لو ما عنديش ميزان وعايزه اقسم العجين وكل الارغفه تطلع قد بعض، اعمل ايه؟ اعملي يا ست الكل زي ما انا ما بعمل كده، اعمليها دايره كده متساويه، وابداي ان انت قطعيها 4 تربع، وكل ربع قسميه 2. هبتدي بقى ان انا اخده كده حوالين راحه ايدي، وان انا اقفله كويس جدا علشان خاطر اسيب العجينه دي تريح 5 دقايق بس، عشان لما اجي افردها تتفرد معايا ستريتش كده وما تقعدش تتقطع وتبقى حلوه قوي. بصوا العجينه بتروح وتيجي في ايدي بصراحه اللهم بارك، كانت جميله جدا. هبتدي بقى ان انا افردها كده كويس قوي. يا رب بطل ابتدي دي، مش عارفه مين اللي عنده زي كده كلمه بيقولها على طول وسط كلامه. خلاص العجينه، بصوا انا ما سرعتش قوي هنا علشان اوريكم الخطوات كويس بتتعمل ازاي. بصوا هخليها على قد ما اقدر كده شكل يعني مستطيل شويه، علشان خاطر تبقى العجين يبقى الرغيف معايا طويل. انا عايزه الرغيف طويل، لو انا عايزه الرغيف صغير المستطيل ده هقسمه 2، وابتدي ان انا الفه بالطول مش بالعرض. انا هنا لفيت بالعرض وخدت بصوا الطروف، خدتها كده ايه معايا رايح جاي كده الطروف بس، ما لفتش الرغيف كله عشان الطروف يديني البرمه الحلوه ديت بتاعه الفينو. اهم حاجه قفلي كويس جدا وانتي بتشتغلي علشان خاطر ما يفكش منك في التخمير ولا في الفرن. هنا بصوا بقى انا عملت الاشكال الجميله اللي كانت في الفينو دي ازاي. بدات ان انا اجيب معايا بيضه وحبه فانيليا وادهن بيها الرغيف، بعد طبعا ما لفيته، واعمل بسكينه حاميه جدا او موس شرط كده تدخل في العجين. يعني مش انتي مش بتعلمي، لا انتي بتشرطي العجين كويس جدا، شرط مايله كده بيدي شكل تحفه. خلاص بقى احطهم بقى في كيس يكون كبير شويه، عشان طبعا انا ما عنديش غرفه تخمير. هحطه بقى في الكيس واقفل عليه كويس، وكمان اغطيهم. اهم حاجه دي اهم مرحله، انك تسيبيه يتخمر لحد ما يتضاعف حجمه عشان ما يبقاش معاكي مكتوم من جوه، وكمان يبقى خفيف كده وحلو قوي. خلاص اتخمروا معايا، قعدوا حوالي ساعة في التخمير دوت. هدهنهم تاني، هدهن وشهم تاني عشان لونهم يبقى قمر كده قبل ما ادخلهم الفرن. هندخلهم فرن على درجة حرارة 180 زيهم